السلام عليكم ومرحبا بكم عندي. قبل ما نبدو لا فيديو نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والسلام، وإن شاء الله كل وحدة فينا تدي الأجر. الوصفة تاع اليوم جبت لكم اون طارت بأقل تكاليف اقتصادية وللمبتدئات، وحتى إلا ما عندكش المول ديري في الطاوة كما درت أنا. اما لا عليك غير تكملي لا فيديو التالي وتابعيني خطوة بخطوة باش تنجح لك الوصفة. يلا نبداو. جبت 5 حبات تاع البيض، فصلت الصفار عن البياض كما راكي تشوفي. غادي في البيض تاعك ديري قرصه تاع الملح، وتجيبي كاس تاع والد عمريه سكر، ديري نص في الصفار ونص في البياض. الا ما عندكش كاس تاع والد وعندك الميزان ديري 250 سكر العادي. وكما راكي تشوفي طلعي بالباتور حتى يطلع لك ويولي لك بلونيش، وما يطيحلكش، يقعد شاد روحه كما نقول. حطيه على جهه وجيبي هذاك الصفار اللي درتي له نص تاع السكر، ديري له 6 مغارف ماء وزوج ونص تاع الزيت. كما راكم تشوفوا غادي نوريكم بمقادير مضبوطه. الزيت والماء درتها لكم بالملعقه، ما رانيش باغيه نخف الهضره، راني باغيه تكون الهضره والفيديو في رحبه. كما راكم تشوفوا قلت لكم نعاود لكم 6 ملاعق تاع الماء وزوج ونصف، راهم زوج معمرين ونصف تاع الزيت. ديري نص مغرف كبيره تاع لافاني، انا درت هاد لافاني ما درتش هادوك تاع لي ساشي. ونفس الكاس اللي عبرت به درتها معمر، ما بومبي ما والو، نيشان، درته زوج كيسان فرينه، غربلتهم مليح ودرت باكي لا ليفور وخلطتهم بالباتور. كما راكم تشوفوا كل شيء راه باين في الفيديو، وغادي تنجح لك باذن الله. جربيها وردي لي خبر في لي كومونتير. ها كيما راكي تشوفي راني نخلط فيها بالباتور. غادي تجيك هنايا لاباط شويه قاصحه، معليش غير بشويه معاها. ومن بعد كتبي زوج مغارف من هذاك البيض ديريهم في لاباط تاع الصفار هكا باش تخفيها شويه، تجي لاباط شويه خفيفه. ومن بعد كملي كاع البيض تاعك، دخليهم كاع غايه الغايه في رحبه. ومن بعد جبت طاوه تكون طالعه في السمك. انا ما كانش عندي المول درت فيه هذه، المهم تكون طاوه طالعه شويه، دهنيها بالدارين وزيدي ديري لها الفرينه، ديريها كاع في الحواف كما راكي تشوفي انا راني نفوت كاع الفرينه في هذوك الاطراف. ومن بعد خوي داك الخليط في الطاوه، خبطيها شويه باش يخرجوا لها هذوك لي غاز، وحطيها في الفور ولا في الكويزينير تاعك، شعلي لها غير من تحت على نار قليله، طيب لك حتى من ساعه قل ربع حتى لساعه. المهم تطلع كاع وتتغونفلا كيما راكي تشاهدي. دخلي فيها هكا خدمي ولا كوردون، ولا كي تشوفيها ناشفه هذاك الكوردون ناشف، شعلي عليها من الفوق وحدها كيما راكي تشوفي، تخليها تبرد شويه. انا مقلع للامانه انا ما قلعتهاش تمتم، انا هوتها كاع تحت باسكو كانت شاعله من الفوق، هوتها كاع لتحت وحليت شويه هذاك الباب تاع الكويزينير تبردت، خرجتها كيما راكم تشوفوا. من جهه واحده اخرى درت كاس تاع شونتي بودره شونتي وكاس تاع ماء تاع حليب بارد. بصح في لاطارت تاعي ما داتليش كاس تاع الشونتي، داتلي زوج كيسان تاع الشونتي مع زوج كيسان تاع الماء، ما قدتنيش هذاك الكاس اللي درته. هيا وحطيتها على جهه. دروك جبت لاطارت تاعي ومقصتها كما نقولك تشوفوا، قصصتها على 3، هذاك الاولاني ما سحقيتهاش خليته كليناه غير هكا، والباقي قسمتها على 3 بالتساوي. سي الماكسيموم يدك تكون هكا متساويه باش ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. المهم حاولي ديريهم كما نقولوا كاع قد في رحبه.
ومن جهه انا كنت قلعت جبت العنب تاعي، كان عندي عنب في الدار، قلعت له هذيك القشره وقسمتها على 2 على 3. وزدت جبت المهم 2 حبات نكتارين ثاني قسمتهم، ونص حبه تاع بانان خلطتهم كاع في رحبه هكا باش نديرهم داخل الحشو. هي السيرو شوفي كيما تبغي انت ديري السيرو. انايا درت الجو اللي كان عندي في الدار، درت الجو جبته وشمختها غايه الغايه الطبقه الاولى، كاع الطبقات شمخوه من مليح باش ما تجيكمش ناشفه. ما تخافيش شمخيها غايه الغايه، وديري الشونتي وديري لي فروي تاوعك، وديري من فوق مكسرات ولا القرقع، ولا ما عندكش تاني ما ديريش. عاودي ديري طبقه الزاوجه كيما انا درت، شربيها راني نقول لك مليح. انا دات لي واحد 3 كيسان تاع الجو، تاع ماشي كيسان معمرين، انا ما كنتش ندير بالحساب كما كنت ندير. المهم كنت نشربها غايه الغايه. عاودي ديري الشونتي ولي فروي وديري المكسرات، وهذيك التاليه اللي تكون كاع بلا هي اللي تخليها الفوقه باش يجي منظر شباب. كما راكي تشوفي كل شيء راه موضح في الفيديو. زيدي سقميها غايه، هذيك ديري في الاطراف وديري من الفوقه، ديري بالخدمي اللي عندك. المهم كل شيء بساطه وكصاي، ماشي تقولي ما عنديش صوالح. كما كتشوفي انا راني غير بالمغرف وراني سقم فيها، في التالي سقمتها غير بالخدمي. ما تقوليش ما عنديش وهادي وانتم ما عندكم امكانيات. كما كتشوفي لا امكانيات لا والو، كل شيء بساطه. ودرت لها اللوز ايفيلي في الاطراف، وراكم تشوفوا جات شابه. وزوقتها بالخوخ والبانا، شويه تاع عنب، شويه تاع اللوز، القرقاع، وجات ما شاء الله. والبنه ما نحكي لكمش. ودوك تشوفوني تاني كي نقطعها جات روعه وكليناها في دقيقتها. نتمنى من قلبي يكون عجبكم الفيديو. ديروا لي تعليق وخلوا لي جيم، واللي مشتركش تشترك في القناه. نتلاقوا باذن الله في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.